يقول: هذا شاب يسيء الأدب مع أبيه حتى قال له: أنت لا تخاف الله ولا تعرفه. فقال له أبوه: الله يهديك. فرد الابن: الله لا يهديني، وإن لم يعجبك كلامي فاشرب ماء البحر. أعوذ بالله، نعوذ بالله. هذا كلام عقوق في غاية العقوق، كبيرة من الكبائر، نسأل الله السلامة والعافية. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فليتق الله هذا الشاب وغيره من الشباب في عقوق الآباء والأمهات، فإن هذا من الكبائر العظيمة. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، قال: ألا وقول الزور، فلا يزال يكررها حتى قلنا ليته سكت. كيف تعق أباك بمثل هذا الكلام الفظ السيء؟ كيف تقوى على هذا؟ هذا أبوك. هل تذكر لما كنت صغيرا لا تستطيع أن تدفع عنك شيئا؟ هل تذكر لما كنت جائعا من كان سيطعمك؟ هل تذكر لما كنت عاريا من سعى إلى جلب اللباس لك؟ هل تذكر لما كنت مريضا من الذي رفعك إلى المستشفى والأطباء؟ هل تذكر من الذي سهر عليك الليالي؟ هل تذكر من الذي سعى في تعليمك وجلب لك ما تحبه وتستحسنه من الهدايا والأطعمة والألبسة؟ هل تذكر إنه يتألم